أهلا بيكم. الفترة الأخيرة دي كان في كلام كتير وتساؤلات كتيرة حوالين موقف النجم محمد صلاح من القضية الفلسطينية والأحداث اللي بنشوفها. فالنهاردة حبينا نركز على وجهة نظر معينة جاية من مقال في الوطن نيوز بتحاول تفسر الموقف ده. يعني مهمتنا نفهم منطق الحجة للمصدر ده بيقدمها. بالظبط. والمقال ده فعلا حسب ما قرينا واضح إنه بيدافع عن صلاح. بيستخدم كلمة مميزة قوي لوصف تعامله، وهي كلمة حذر. بس اللي لافت بقى ومحتاج وقفة شوية هو تفسير معنى الحذر ده بالذات في السياق ده. المقال بيقدم تفسير محدد ليه. تمام، خلينا ندخل في دي. المقال بيوضح إيه المقصود بالحذر. يعني هل هو خوف مثلا من ردود الأفعال زي ما ممكن ناس تفتكر؟ لا، هو المقال بيحاول يوضح إن الموضوع ممكن يكون أعمق شوية. وجهة النظر اللي بيطرحها بتقول إن الحذر ده مش بالضرورة نابع من خوف قد ما هو اختيار محسوب، خلينا نقول استراتيجي. المقال ممكن يكون بيلمح لوجود ضغوطات معينة، أو ممكن تخوف من إنه تصريحات متسرعة ممكن تضر أكتر ما تفيد. تضر مين بالظبط؟ ممكن تضر صلاح نفسه، مسيرته المهنية اللي هي أصلاً بتديله المنصة دي للتأثير. أو حتى، وده مهم، ممكن تضر القضية نفسها لو الكلام اتفهم غلط أو استغل بشكل مش كويس. دي نقطة مهمة فعلاً. المقال كده بيطرح فكرة إن الصمت أحياناً أو الكلام القليل ممكن يكون تكتيك. هل جاب أمثلة أو أشار لمواقف تانية تدعم الفكرة دي؟ هو المقال بحسب وجهة النظر دي ممكن يكون بيلمح لمواقف حصلت قبل كده لشخصيات عامة تانية. يمكن شخصيات عملت تصريحات عفوية أو قوية جداً بس النتائج كانت عكسية، أو يمكن حتى خسرت المنصات اللي كانت بتتكلم منها. فالفكرة اللي بيوصلها المقال هي إن صلاح أو اللي بيدافعوا عنه بالطريقة دي بيشوفوا إن التأثير الحقيقي اللي بيكمل أهم من رد الفعل اللحظي. رد الفعل اللي ممكن يرضي ناس دلوقتي بس ما يكونش فعال على المدى البعيد. بالظبط كده. الهدف الاستراتيجي زي ما المقال بيصوره هو إنه يحافظ على قدرته إنه يقدم دعم فعلي ومستمر، حتى لو ده معناه إنه يتحمل انتقادات دلوقتي. نقدر نقول إن المقال بيرسم صورة لصلاح كشخص بيوازن بدقة شديدة بين كذا حاجة، بين إنه عايز يدعم وبين إنه يحافظ على مسيرته ومنصته، وكمان يتجنب أي ضرر للقضية نفسها. تمام. هو المقال بيحاول يبرز المعادلة الصعبة دي فعلا. بيصور الموقف كأنه محاولة لإيجاد نقطة توازن دقيقة قوي، اللي هو إزاي تقدم الدعم اللي الناس عايزاه وفي نفس الوقت تحمي نفسك وتحمي القضية من أي تداعيات سلبية غير محسوبة ممكن تيجي من خطوة متسرعة أو تصريح مش مدروس، خصوصاً في سياق دولي وإعلامي معقد زي اللي احنا فيه. أكيد. وده بيعتبره المقال جوهر الاستراتيجية الحذرة دي. طيب، ده بيخلينا نفكر في الصورة الأوسع بقى اللي المقال بيلمح ليها. فكرة دور الشخصيات العامة في القضايا الحساسة دي دايماً عليها كلام كتير، أكيد طبعاً. والمقال وهو بيدافع عن وجهة النظر دي بخصوص صلاح بيفتح بشكل مش مباشر النقاش الأوسع ده، اللي هو إيه الدور المتوقع أصلاً من شخصية عامة عندها تأثير كبير وملايين بيتابعوها؟ هل لازم يكونوا صوت مباشر وصريح في كل قضية سياسية واجتماعية؟ ولا ممكن يكون الأفضل إنهم يركزوا على التأثير من خلال شغلهم أو بطرق تانية تكون أقل مباشرة، بس يمكن تكون فعاليتها أكبر أو ضررها أقل على المدى الطويل؟ والمقال هنا بيميل للخيار التاني في حالة صلاح؟ بالظبط. المقال هنا بيقدم إجابة ضمنية بتميل للخيار التاني ده. يبقى خلاصة النقطة اللي بيحاول المقال ده يوصل لها هي إن طريقة صلاح من وجهة نظر الكاتب أو الناس اللي بيدافعوا بالطريقة دي هي استراتيجية واعية ومدروسة، والهدف منها تقديم دعم فعال ومستدام للقضية مع تقليل المخاطر والتداعيات السلبية المحتملة لأقصى درجة ممكنة. تماما. والنقطة دي فعلا بتسلط الضوء على التحدي الكبير اللي بيواجه أي شخصية عامة في الزمن ده. التوقعات بتبقى عالية جدا، والرقابة والتدقيق شديد، والمخاطر كمان حقيقية. وده ممكن يخلينا نسيب المستمع في الآخر مع سؤال للتفكير فيه، سؤال الموقف ده بيطرحه بشكل عام. في عالمنا المعقد ده، إزاي ممكن لشخصية عامة، أي شخصية مش بس صلاح، إنها توازن بين قناعاتها الشخصية العميقة وبين مسؤولية المنصة اللي عندها وتأثيرها الواسع،
وبين المخاطر الحقيقية اللي ممكن تواجهها هي أو القضية اللي بتدعمها، خصوصاً لما بتتعامل مع قضايا معقدة وشيكة زي دي. دي فكرة ممكن نتأمل فيها.